حركة العقاب الثوري لديها 1000 شاب فدائي سوف يقومون بالمواجهة مع ضباط وقوات العسكر. 1000 شاب فدائي معناه إن لو كل شاب واحد فقط دمر دبابة مقابله، معناها إنه هذه القوى العسكرية أو جيش الاحتلال العسكري، لأن هو مش عسكر كامب ديفيد حضرتك، ده عسكر كامب ديفيد دي محطة في تاريخه الأسود، إنما هو جيش، هو اسمه الجيش القبطي، غيروا اسمه خلوه الجيش المصري. تمام، يعني عشان الناس ما تعرفش انه جيش للمسيحيين، بس هي قبطي لفظا يعني تعني المصدر القديم، ولكن دلاله خاص بها النصارى، دلاله المصطلح الزمالك معناها العشش، ولكن هي النهارده كلها ابراج، فاحنا لنا باللي مصطلح عليه لغويا. تمام، فالشعب المصري ادرك ان هذا جيش احتلال. حركه العقاب الثوري اليوم لما تعلن انها جهزت 1000 فدائي. طب فدائي بمعنى ايه؟ هل فدائي بمعنى معناه ان هو مستعد يستشهد، وده رقم كبير جدا حضرتك يا استاذ محمد. انت عارف 1000 ده حضرتك، ده انا بقول لك على فرض ان كل دبابه هتقتل واحد، وان كل واحد هيقتل دبابه، وده لن يحدث. يعني انت ممكن ال1000 فدائي دول عدد الدبابات في قوات العسكر 4000 دبابه. خلاص؟ ال1000 فدائي دول هل الواحد هيدمر دبابه واحده؟ ده انا بقول لك على فرض ان الواحد هيدمر دبابه. انما ده انت عندك الفرد ممكن يدمر له 10 20 دبابه. يعني انت عندك الناس دي ايه تسليحها عشان يعملوا الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ مش محتاجه تسليح يا استاذ محمد. اما محتاجه ايه؟ اي حد دخل تجنيد شهرين يعرف المساله. في الصف يا اهبل يا ابن نهبل.